اللي بعديه ولع كمان. البيت اللي بعديه ولع. 180. البيت اللي بعديه ولع كمان. البيت اللي بعديه ولع. كتير جدا للأسف بنشوف الحرايق بتاعة غاية الحمام، وغاية الحمام دي بتكون فوق سطح البيوت وبتبقى عالية جدا، يعني بتكون ارتفاع غاية الحمام دي ممكن يكون أعلى من ارتفاع العمارة نفسها. بتبص تلاقي ارتفاعها بيوصل ل7 أو 8 أمتار، وكلها بيكون خشب، ولما بتتحرق للأسف بتنزل على البيوت المجاورة وبتعمل حرايق جامدة جدا. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر مع بعض. السيطرة على حريق أعلى عمارة سكنية بطنطا. اندلع حريق في غاية حمام أعلى إحدى العمارات السكنية بمنطقة سكة المحلة بمدينة طنطا، ما أسفر عن تلف محتوياتها ونفوق عدد كبير من الحمام. طبعا الحمام بيبقى محبوس فطبعا بيموت دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح. كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حريق وتصاعد كثيف للدخان من أعلى إحدى العمارات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين اندلاع النيران داخل غاية الحمام أعلى العقار المذكور. تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيق في الواقعة. لو دخلنا على مواقع كتير من مواقع السوشيال ميديا هنلاقي إن حرائق غاية الحمام دي بتكون كتير، والخسائر بتاعتها للأسف بتبقى كبيرة قوي، لأن الغاية ديت الارتفاع بتاعها الطول بتاعها ده كله بيقع على العمارات وعلى البيوت المجاورة، فبيسبب خسائر شديدة جدا. يعني يا ريت نحد من موضوع غاية الحمام ديت، يعني اللي يربي له حمام ولا حاجة كام قفص كده فوق السطح بدل الارتفاعات العالية اللي احنا بنشوفها ديت لغاية الحمام. أشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.